السلام عليكم. وصفتنا النهاردة هنعمل محشي الكوسة وجنبها كمان شوية من الفلفل. طبعا مفيش سفرة او اي عزومة بنستغنى عنها. هنعملها النهاردة بطريقة جميلة جدا وتطلع معاكي تحفة وهتشرفك في اي عزومة. قبل ما نبدأ حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الاشتراك. هنجيب هنا طاسة، اهم حاجة تسخن كده كويس على النار، وهنحط فيها معلقتين كبار من الزيت. بعد كده هننزل هنا ببصلتين كبار مبشورين ناعم بالشكل ده كده. تمام. هنسيبهم هنا يتبلوا شوية. هنحط كمان رشة من الملح وهنسيبه لحد كده ما تحمر معايا بسيط. البصلة مش عايزاها تحمر جامد معايا تغمق. هننزل هنا بربع كيلو من اللحمة المفرومة. هنسيبها كده تتعصج معانا كده كويس كده. تمام. بعد ما تعصجت معايا بالشكل ده شايفة، هنحطها كده في طبق جانبي وهنكمل الخطوات بتاعتنا. هكون هنا مجهزة عصير طماطم شفشق كده ضربة كده كويس. بعد كده هنسيبه هنا لحد ما يتسبك معايا تماما. هنجهز هنا اللي نقور الكوسة معانا وهنقور الفلفل. هنجيب هنا الكوسة هنشرطها كده بالشوكة، تعملي لها شرط بالشكل ده او ممكن تشرطيها بالطول. بعد كده هنقورها بالمقوار بالشكل ده. تاخدي بالك كده بالراحة بالراحة انتوا بتعمليها علشان ما تتفتحش معاكي. بس لو اتفتحت ممكن تحطي لها قطعة صغيرة تقفلي بيها الفتحة، مفيش مشكلة كده. تمام. شايفين هنقورها بالشكل ده. نعمل واحدة كمان. هتجيبي هنا السكينة تقطعيها وهتقشريها بالشوكة بالشكل ده علشان تديكي شكل حلو. وبعد كده هتقوريها بالشكل ده. طبعا اللي بيطلع الكمية تطلع من الكوسة احنا مش هنرميه، هنستخدمه في وصفات تانية. هنقور الكمية كلها بتاعتنا طبعا بالطريقة دي. شايفين. بعد كده هنا هنجيب عند الفلفل هنقطعه بالشكل ده من فوق. بعد كده هتقطعيه بالسكينة وتطلعي البذرة بتاعته تماما. هتعملي طبعا الكمية كلها بتاعتك بالطريقة دي. شايفين. وهنشطفه كده بمية تكون باردة كده. خلاص خلصت الكمية بتاعتي كلها. شايفين كده مظبوطة معايا. بعد كده هنكمل هنا الخطوات اللي بعد ما تسبكت معايا الصلصة. هننزل هنا بنص كيلو من الرز يكون مغسول معاكي ومنشفاه. بعد كده هنا عندي حزمة من الكزبرة والشبت والبقدونس، هنضربهم كده كويس في الكبة لحد ما ينعموا معانا كده. تمام. بعد كده هنحط هنا اللحمة المتعصجة اللي احنا عصجناها في الاول، هنحطها بالشكل ده. هنديها كده تقليبة تتشرب معانا الرز شوية الصلصة اللي قاعدين وشوية المية. هنحط هنا معلقة كبيرة من الملح، وهنحط هنا معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة كبيرة من الكزبرة. هتديها كده تقليبة كده وهتسيبي كده الرز لحد ما يتشرب معاكي بالشكل ده. شايفين. بعد كده هنا عندي كمان هديكي طعم حلو. هنا عندي 5-6 فصوص من الثوم هنبشرهم بالشكل ده. هيديكي طعم حلو كده للمحشي وريحة حلوة كمان. هنديها كده تقليبة كده. تمام. طبعا الخلطة جهزت معانا تماما. هنبتدي هنا نحشي. هنجيب هنا الكوسة وهنجيب هنا معلقة صغيرة وهتحطي بالشكل ده. هتدخليها وبطرف المعلقة تدخلي كده كويس تحشيها. طبعا ما تعبيهاش للاخر علشان لسه الرز هيستوي معاكي وهترتفع جدا. هنحشي كمان واحدة معاكم. شايفين بالشكل ده. بصراحة سهلة جدا وما فيهاش اي تعب كده. تمام. هعمل الكمية كلها بتاعتي بنفس الطريقة دي كده. خلاص انا خلصت الكوسة. بعد كده هنحشي هنا الفلفل. هتحطيه طبعا الفلفل كمان سهل جدا معاكي، ما تحشوش للاخر علشان لسه الرز هيستوي معاكي ما يطلعش لبره كده. تمام. هعمل طبعا الكمية كلها بتاعتي بنفس الطريقة دي. خطوات سهلة وما فيهاش اي صعوبة كده. انا خلصت الكمية بتاعتي. شايفين عملت المحشي كله. طبعا لو عندك زيادة هتحطي من فوق عادي هيستوي معاكي على البخار حلوة جدا. بعد كده هنجيب هنا حلة او كسرولة تكون فيها مية سخنة او ممكن تكون شوربة معاكي، بس اهم حاجة تكون سخنة. هنحط فيها مكعب من المرق وهنحط معلقتين من الصلصة. طبعا هنحط لها الملح. اهم حاجة الشوربة او المرقة تبقى سخنة معاكي. هنحط هنا معلقة صغيرة من الملح. هنقلب كده كويس كده. تمام. جهزت معانا. هنجيب هنا الحلة وهنحط الشوربة بتاعتها. طبعا احنا مش هنغطي الحلة تماما، هنغطي نصها بالشكل اللي شايفة كده. تمام.
بعد كده هنسويها على النار وهنسيبها هي تستوي براحتها. شايفين بعد ما استوت معايا هنسيبها كمان شوية كده. خلاص استوت معايا. بعد كده هتقدميها بالطريقة اللي انت بتحبيها. خلصت الكمية كلها واستوت تماما معايا. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتم منه. ما تبخلوش على تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الاشتراك علشان توصلكم اي فيديوهات هنزلها. والسلام عليكم ورحمة الله.